يا مرحبا، لشو بنشتري مكعبات الماجي الجاهزة ونحن بنقدر نحضرهم بالبيت بطريقة جدا سهلة وجدا بسيطة، غير انه عارفين حالنا وشو حاطين بداخلهم وبلا مكونات حافظة. حقوني على التحضير. حقوني حتى نقطف الخضرة طازة. خلونا نبلش بالبندورة. خلصنا من اقطاف البندورة الكرزية بنجي لقطف الفليفلة بهذا الشكل. ليكم ما شاء الله. بدنا نحن شغلة 3 حبات، واذا متوفر عنا الكوسة بنزيد معهم. هلا بعد ما نخلص نقطف الخضريات اللي بدنا هنا، بدنا نحطهم بداخل جات اكبر منهم. مثل ما بتعرفوا بداخل شتلة الفليفلة البندورة الى اخره يكونوا معرضين عنا للحشرات ولا الاتربة. عاد هيك بدنا نحط كل الخضرة ونعملهم غسل على السريع. شوفوا لها البندورة ما شاء الله، شيء فاخر على اخر. وبالنسبة للخضريات اللي ما بتتوفر عنا فاكيد بنشتريهم. بالنسبة للخضرة اللي عم بستخدمها انا فبدي استخدم فليفلة وبندورة وكوسة، وبدي احط معهم بقدونس وبصل. هلا البصل ما بيتغسل بنحطه على جنب، وبدنا كمان كم حبة بطاطا على السريع، هودي كمان بدهم يتقشروا. واكيد ما ننسى الثوم، بيعطي نكهة جدا رائعة، مش كمية كبيرة بنحتاج شغلة 2 3 سنين شقة حالها. وبدنا كمان جزر بيطلع نكهته كثير طيبة. هلا خلونا نغمر الخضريات بالماء وبدنا نتركهم منوعين شغلة 5 دقايق حتى نتأكد من نظافتهم. بس بهذا الوقت اكيد مش حنقعد، بدنا نجيب ونجهز البطاطا ونجهز البصل. خلونا نقرب هالجاط ونجيب القشارة ونبلش بتقشير البطاطا. بس قبل ما نكفي تقطيع وتجهيز بالخضرة خلونا نسلق الدجاج حتى نستغل الوقت. عندي هون فخذ نفخات دجاج بنزله بداخل الطنجرة، واكيد كل ما زادت عنا كمية الخضرة بتزيد معهم كمية الدجاج. بدي ارجع اغمرهم بالمي الباردة. هلا بعد ما نغمرهم بالمي بدنا نرفع فخذ الدجاج على نار متوسطة حتى تطلع عنا كل الزفرة، بنرجع بنروح بنكفي له اموره. وبعد ما غلت المي وشلت كل الزفرة بننزل بداله المطيبات الصحيحة، حبة لومي على عدن القرفة وشوية فلفل اسود وورق تنغار. هلا بنخفف تحتهم النار وبنغطيهم وبنترك الدجاج حتى يروح لنا نيفا. هلا بعد ما صفيت وغسلت الخضرة كثير منيح بدي افردهم على منشف تكون نظيفة وقطعة قماش حتى نتأكد انه نشفوا عنا وامورهم صارت بالسلام. هودي الجزرات نرجع بننزل البطاطا حدهم. هلا اكيد بالنسبة للكوسة فاكيد مش بالضرورة نحط كمية كبيرة، هيك نحط لنا كم حبة صغيرة بس حتى ناخذ نكهة خفيفة. كل الخضريات حتى تنشف نرجع نبلش بتقطيعهم ومنكفي الوصفة. نبتدي بالبقدونس، بدنا نقطع السقال ما نتخلص منه، انتبهوا لهالشغلة. اجى دور البطاطا. بالنسبة للكوسة بنشيل الراس نرجع بنشيل الكعب وبنقطعهم لمكعبات صغيرة، يعني مثلهم مثل غيرهم. بنحط بظهرهم الكوسة، جزر قبل ما نقطعهم بنقشرهم، وبدنا نحطهم مع الكوسة والبطاطا والبقدونس. صار وقت نبلش بالفليفلة، بدنا نشيل الراس وننضفه من البذر وبنقطعه لشرحات تكون رقيقة. صار الوقت حتى نبلش بالبندورة. بداية بدنا نشيل العنقصة بنرجع بنقصهم على نصهم، لأنه مثل ما بتعرفوا حبتهم صغيرة وما بيحتاج نقطعهم لأكثر من النص. بنقص سنين التوم على نصهم نرجع نقطعهم لشرحات بنحطهم على جانب. بنشيل الراس والكعب، بنقشر البصلة بنرجع بنقطعهم لشرحات. داخل طنجرة فيها شوية زيت حامي بدنا نقلي بداية البصل والثوم. بعد ما جبنا البصل وفاحت ريحة الثوم اللي بتشق الألف شق بدنا ننزل عليه الدجاجة اللي سلقناها، نرجع بننزل كل الخضر اللي قطعناها. بنزيد علينا رشة ملح على السريع وبنعمل لهم تقليبه. بعد ما نقلبهم ويصيروا عنا بهذا الشكل، شوفوا لي هالالوان الحلوه ما شاء الله، بدنا نغطيهم ونحطهم على اخف نار متوفره عنا ونتركهم حتى يستووا. هذا شكلهم من بعد ما استوى عندي ودابوا ذوبان. هلا بنشيلهم وبننزلهم بداخل الخلاط. نرجع بنزيد عليهم شوي من مرقة سلق الدجاج حتى تسهل علينا اولا الطحن وثانيا بتعطينا نكهة طيبة. نرجع نحط الطبقة ونطحنهم حتى يصيروا خليط واحد وبيكونوا صاروا جاهزين. بسم الله. عندي هون قدر كاسة من الزيت الحامي، بتزيد عليهم قدر كاسة من الطحين. بنقلبهم كتير منيح مع بعض. وبعد ما صاروا عندنا خليط واحد بنزيد ملعقة من الكاري.
نص ملعقة من الكركم على نص ملعقة من الفلفل الاسود، واكيد الملح حسب الرغبة، بس انتبهوا نحن ضايفين ملح للخضرة، بنقلبهم كتير منيح مع بعض حتى يصيروا خليط واحد، نرجع بنزيد عليهم الخضرة طحناهم، نحطهم على خفة نار متوفرة عنا وبنطبخهم شوي وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. نحن بدنا نوصل هذا القوام الثقيل. هلا بعد ما يطلع قوامهم ويكونوا صاروا جاهزين عنا نفردهم وبداخل صينية تكون محطوط بداخلها ورقة زبدة. هذا الشكل الحلو، ليكم ما شاء الله هاللون ركزوا لي عليه، شيء فاخر على الاخر. بعد ما نفردهم داخل الصينية بهذا الشكل بنحطهم حتى يبردوا ونرجع بناخدهم على الثلاجة. من بعد ما مضى عليهم ليلة بالثلاجة وصاروا جامدين عندي وما احليهم، بنجيب اي خشبة تقطيع وبنحطها فوقهم بهذا الشكل وبنطبها. وبنرجع بنشيل ورقة الزبدة حتى تصير عنا بهذا الشكل. ما شاء الله على ريحتها، شيء فاخر على الاخر. هلا باستخدام اي سكينة بدنا نبلش بتقطيع المكعبات. واكيد نحن بنقدر نتحكم بحجم واشكال المكعبات. انا صراحة بدي خلي حجمهم متوسط، لا كتير كبار ولا كتير صغار. بدي اياهم يطلعوا بهذا الشكل، نرجع بنقطعهم بالعارض. بعد ما قطعت كل الكمية بهذا الشكل، ما شاء الله هذا القالب الكامل طلع عندي 84 قطعة، كمية جدا ضخمة، وهذه الكمية بتضلنا معنا ل3 اشهر لقدام. هلا بنشيلهم وبنحطهم بداخل علبة وبيكونوا صاروا جاهزين معنا، وساعات اللي بدنا نستخدمهم بنطلع هالعلبة من الثلاجة وبناخذ مكعب، واكيد بنقدر نحفظهم داخل الثلاجة شغلة السنة. هلا اذا بدكم اياها تطلع هي زيت مكعبات الماجي فيكم تغلفوها بورقة سنيتا وورقة زبدة، وبتطلع عندكم هي زيت الشكل وهي زيت كل شيء. بس اذا نحن بدنا نغلفهم بورقه الزبده وورقه السنيتا بتزيد علينا التكلفه، بما انه نحن عم نعملها بطريقه اقتصاديه ومش حتكلفنا كثير، على هيك رح نستغنى عن هاي الخطوه. هلا بعد ما نعبي اول علبه بدنا نسكرها وناخذها على الثلاجه، بساعة اللي بدنا بنطلع مكعب ونستخدمه، واكيد مش حيلزقوا هن ببعض، كل ما هن بعضهم متلجين بداخل العلبه قبل ما نحطهم بالثلاجه ما بيلزقوا، بس اذا دابوا عنا وعم نرجع نحطهم بالثلاجه اكيد رح يلزقوا ببعض. خليني لحق حالي وحطهم بهالثلاجه. هلا بدي ارجع اتركهم بالثلاجه شغلة 10 دقائق، بس حتى يرجعوا يتلجوا عندي على المضبوط وفرجيكم انه ما بيلزقوا ببعض. بعد ما حطيتهم بالثلاجه شغلة نص ساعة وجلدوا عندي، مثل ما شايفين بنقدر نشيل المكعب اللي بدنا اياه بكل اريحية، ما بيلزقوا ببعض. هلا كيف فينا نستخدمهم؟ بكل بساطة، عندي هون كمية من المي الدافية، بدي زيد عليه المكعب الماجي. وبنعمل له كم تقليبة حتى يدوب بداخل المي وبنستخدمه مباشرة، شغلته جدا بسيطة. هلا اكيد مش شرط يعني ندوبهم بداخل المي المغلية، بنقدر نضيفهم مباشرة على الطبخة، بس بداخل المي المغلية بنتأكد او بالاصح بنضمن انه داب عنا، وبهالطريقة بيكون المكعبات الصحية البديلة للماجي صار جاهزة عنا، وهلا كل وشكور.